بالمناسبة ديال الذكرى العزيزة، الذكرى ديال المسيرة الخضراء، كان التدشين ديال انطلاق الاشغال ديال الشطر الثاني من مركز التكوين. هذا المركز التكوين كيف ما عرفتوا كيجي في اطار استراتيجيه ديال الاهتمام ديال صاحب الجلاله بالفئات الشباب والفئات الصغرى، ومن خلاله الجامعه الملكيه على راسهم السيد فوزي القجع. هذا التدشين ولا العمليه ديال هذا التدشين ديال المشروع اللي غيدوم واحد سنه ونصف سنتين، غيمكن الدفاع الحسن الجديدي من تحديث الاكاديمي ديالو على اساس استقطاب ديال اللاعبين والاستفاده من مشروع ديال الدراسه والرياضه، ومن خلال المشروع اللي تم التوقيع عليه مؤخرا مع الجامعه الملكيه ومع المكتب الشريف فوسفات في اطار اكاديميات جوهويه، باش يكون الانفراستركتور جاهزه لهاد الوليدات. المشروع هو مركز التكوين ليكستونسيون ديالو، يعني الجزء الثاني ديال مركز التكوين الدفاع الحسن الجديدي. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مع مدينه الجديده سنوا اتفاقيه مع الجامعات المحليه مع السياسيين المدينه على اساس باش يكون هذا المشروع غادي تنجز في عامين. السي عبد اللطيف رئيس الدفاع الحسن الجديدي والمكتب الدفاع الحسن الجديدي فهما ساهرين على هذا المشروع وخصهم ينجزوه، وغادي يكونوا نموذج الفراقي في المغرب باش يكون هذا المشروع بهذه الطريقه هذه. ان شاء الله يا ربي نتمنى الفروق يحلوا الحدوه ديالهم، واللي باقي معمل المراكز التكوين خلي من الفروق الكبرى، الجيش، الفاتح، مؤسسه محمد السادس او لا بركان والرجاء الوداد، كنهضروا على الفراقين اللي باقي ما عندهمش المراكز التكوين، خصهم يحدوا هذه الحدوه، وان شاء الله يعملوا اتفاقيات مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ويمشوا بعيد، لانه الجامعه وقعت واحد الاتفاقيه مع الفوسفات مع المكتب الشريف للفوسفات باش يكون شركه خاصه باش تسير هاد المراكز التكوين باش ما يكونش فيهم خلل.